ازيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة رز بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هجيب طبق واسع كده، هحط هنا اللحمة بتاعتي. انا جايبة 750 جرام من اللحمة المفرومة، عليهم ربطة من البقدونس وربطة من الكزبرة. انا مستعملة هنا الاوراق بس. وهضيف عليهم بصلاية متوسطة كده مفرومة في الكبة. وكمان هنحط معلقة من الثوم المفروم. وكمان هنضيف عليهم البهارات بتاعتنا، رشة من جوز الطيب ورشة من القرفة وملح وفلفل اسود، وكزبرة ناشفة وبهارات لحمة وورق لوري وحبهان مطحون. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده هنروح بقى للمكون الاساسي بتاع الاكلة بتاعتنا النهاردة. هنروح للرز المطحون. هنروح مع بعض هنشوف احنا مستعملين قد ايه من الرز. انا هنا طحنة حوالي 600 جرام او 550 في الرينج ده، مش هنقل عن كده. قصاد كمية اللحمة اللي احنا مستعملينها النهاردة، دي الكمية المظبوطة اللي هتطلع معانا الكفتة متماسكة ومش هتفك مننا واحنا بنقليها، او حتى هنحطها في الطبيخ لما نيجي نعملها في الصلصة. بعد ما بقلب كل المكونات بتاعتي هنا، هحط بقى اللحمة بتاعتي هنا في المفرمة. هعملها 3 مرات، او ممكن نروح للجزار اللي احنا بنتعامل معاه ونفرمها عنده لو مش موجود عندنا مفرمة او حاجة نعمل فيها اللحمة بتاعتنا. هبتدي بقى اصبع معاكم اللحمة هنا. هجيب شوية زيت في الطبق وهدهن ايدي بيهم واحاول اصبع الكفتة معاكم. بعد ما عملت الكفتة بتاعتي كلها، هروح بقى هنا على النار ابتدي اعمل الصلصة بتاعتي. هحط هنا بصلاية كبيرة مفرومة وعليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هنقلبهم مع بعض كده لغاية لما تطلع ريحتهم. طبعا هنكون مستعملين معلقة كبيرة من السمنة. هضيف هنا معلقتين كبار من الصلصة ونقلبهم مع البصل والثوم الاول، وبعد كده هنضيف عصير الطماطم بتاعنا. وهبتدي بقى اضيف البهارات بتاعتي هنا. هحط نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من ورق اللوري والحبهان المطحون. وهنحط الملح بتاعنا طبعا على حسب ما بنحب الاكل بتاعنا بيبقى ملحه عامل ازاي. وهنحط نص معلقة من السكر علشان يعادل الحموضة بتاعة الطماطم. بعد كده انا بقى هقطع بطاطس مكعبات واحطها فيه. ودلوقتي هروح بقى اقلي الكفتة معاكم. هنبتدي بقى نعمل الكفتة دي. الكمية اللي انا عملتها كلها، انا بحب هنا الكفتة بتاعتي يبقى حجمها كبير شوية. ممكن انتوا تصغروا حجمها، هترمي معاكم كمية اكبر من اللي انا عاملاها. هتشوف بقى كده الكفتة بتاعتنا بعد ما تتقلي هيبقى شكلها عامل ازاي. هتطلع معانا مظبوطة، ما فيهاش واحدة مفكوكة ولا مهرية كده في الطاسة معانا زي ما انتوا شايفين. ده شكلها. هحطها بقى في الصلصة تاخد غلوتين معاها على النار، وبعد كده هقدمها مع شوية رز بالشعرية زي ما انتوا شايفين كده. بجد طالعة تحفة جدا، متماسكة مظبوطة زي ما انتوا شايفين. اتمنى من كل قلبي تجربوا وصفة النهاردة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله.